السلام عليكم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. مرحبا بكم في الهلال اليوم، أحدث أخبار الزعيم هنا. اشتركوا وفعلوا الجرس وخلونا ندعم الهلال مع بعض. يلا نبدأ. جاهزية ثنائي الهلال ضد النجمة. يستعد فريق الهلال لملاقاة النجمة في مواجهة مرتقبة يوم الجمعة 10:10 مساء، حيث يترقب الجمهور جاهزية الثنائي حسان تنبكتي ويوسف أكتشيك. تنبكتي الذي يعول عليه الهلال في خط الدفاع يظهر استعداده الكامل بعد فترة من التعافي. من جهة أخرى، يأمل أكتشيك في تقديم مستوى مميز وسط تحديات المباراة ليكون العنصر الإضافي في انتصارات الفريق وجاهزا للاختبار القادم. بنزيما في الظل، هل يكون جاهزا لمباراة النجمة؟ وسط تكهنات حول حالته البدنية، يترقب عشاق كرة القدم في المملكة مصير نجم الهلال كريم بنزيما في المواجهة المنتظرة ضد النجمة يوم الجمعة 10:10 مساء. كان بنزيما في حالته المثالية، فقد يكون له تأثير كبير على مجريات المباراة، خصوصا أن الهلال يعتمد على خبرته وحسه التهديفي، وأصبح اللاعب جاهزا للمباراة. مصير نجم الهلال ضد النجمة. تترقب جماهير الهلال بشكل كبير استعدادات نجم الفريق ميتي لمباراة النجمة المقررة يوم الجمعة 10:10 مساء، بعد فترة من التدريبات المكثفة، حيث كشفت التقارير أن اللاعب في طريقه للعودة إلى التشكيلة الأساسية، ولكن هناك بعض المخاوف حول جاهزيته الكاملة بعد تحديات بدنية أخيرة. اجتماع حاسم بين إنزاغي وإدارة الهلال. ناقشت إدارة نادي الهلال مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي المقترحات المقدمة من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دور المحترفين، والتي تهدف إلى إيجاد حلول مناسبة للأندية السعودية المشاركة في البطولات الآسيوية. ووفقا لتقارير صحفية، أرسلت الإدارة هذه المقترحات رسميا إلى الاتحاد السعودي، الذي بدوره سيتولى التواصل مع نظيره الآسيوي لتنسيق الإجراءات وضمان تلبية احتياجات الأندية السعودية المشاركة في البطولة. الإدارة الهلالية تحرص على متابعة التطورات الإدارية والفنية المتعلقة بالمشاركة الآسيوية، خاصة بعد تأجيل مباراتها أمام السد القطري بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة. سبب نقل مقر تدريبات الهلال قبل لقاء النجمة. قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نقل تدريبات لاعبيه الجماعية إلى الملعب الرديف، وذلك بسبب إقامة مباراة فريق تحت 21 عاما أمام الأخدود في الملعب الرئيسي مساء الاثنين. يأتي هذا التغيير خلال استعدادات الزعيم لمواجهة نظيره النجمة يوم الجمعة في الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يسعى الجهاز الفني إلى استكمال برنامج الإعداد دون تعطيل خطة التدريبات. يذكر أن الفريق الرديف تمكن من الانتصار على نظيره الأخدود ب4 أهداف مقابل لا شيء، ليعتلي صدارة الجدول الترتيب برصيد 38 نقطة. موهبة فذة تنقصها خطوة واحدة للانفجار في الهلال. رأي خاص بالمدرب محمد الخراشي. سايمون بوابيري لاعب مهاري موهوب سيكون له شأن كبير في عالم كرة القدم متى وجد الاحتضان الكامل بالتوجه والنصح المستمر داخل وخارج الملعب من المدرب والإدارة وزملائه اللاعبين الناصحين له بعدم الاحتفاظ بالكرة طويلا وزرع رغبة البحث عن المرمى بالتسجيل ودخول المنطقة وكسب الأخطاء الدفاعية بمهارته العالية. مفاوضات الهلال مع لاعبي الاتحاد في الشتاء، حقيقة أم شائعة؟ أكدت مصادر إعلامية أن إدارة نادي الهلال لم تتواصل بشكل مباشر مع لاعبي الاتحاد، وعلى رأسهم مهند الشنقيطي وعبد الرحمن العبود، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية. أضافت المصادر أن هناك محاولات لتسويق الشنقيطي على الهلال،
إلا أن النادي رفض أي تواصل أو مفاوضات مباشرة معه في ظل عقده الساري مع العميد، مؤكدة احترامها الكامل للقوانين المنظمة لانتقالات اللاعبين. كما أوضحت أن شخصيات هلالية مثل سعود كريري وفهد المفرج لم تتواصل مع لاعبي الاتحاد خلال الفترة الماضية أيضا، لتغلق الباب في وجه الشائعات التي حاولت الزج باسم الهلال في هذه الأزمة. هل يرحل بونو عن الهلال من أجل حلمه القديم؟ عرض مفاجئ يهدد استمراره بعد المونديال. ارتبط اسم الحارس الدولي المغربي ياسين بونو حامي عرين نادي الهلال بتقارير إعلامية تشير إلى اهتمام نادي ريفر بليت الأرجنتيني بالتعاقد معه في فترة الانتقالات القادمة. وتأتي هذه الأنباء في ظل سعي النادي الأرجنتيني لتعزيز صفوفه بأسماء ذات خبرة عالمية، حيث برز اسم بونو كخيار مطروح على طاولة الإدارة الفنية للميلوناريو. تحركات أرجنتينية لضم أسد الأطلس. كشفت مصادر إعلامية أرجنتينية عن أن إدارة ريفر بليت تضع نصب أعينها فكرة استقطاب الحارس المغربي، مستغلة التطورات في سوق الانتقالات الدولي. وتتزامن هذه الرغبة مع البحث المستمر للنادي الأرجنتيني عن تدعيم مركز حراسة المرمى بأسماء تضفي صبغة عالمية على التشكيلة، خاصة مع التقدير الكبير الذي يحظى به بونو في الأوساط الكروية الأرجنتينية. العلاقة العاطفية بين بونو والنادي الأرجنتيني. يعرف عن بونو إعجابه الكبير والشغف بنادي ريفر بليت، حيث صرح في عدة مناسبات سابقة بأنه من متابعي الفريق ومن محبيه منذ الصغر. ورغم التزامه الحالي بعقده مع نادي الهلال الذي يربطه حتى عام 2028، يظل الحلم بارتداء قميص النادي الأرجنتيني أمرا معلقا في مسيرة بونو، بانتظار ما ستحمله الأيام من مفاوضات رسمية وقرارات حاسمة تتوافق مع طموحاته المهنية المستقبلية. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم تغطية شاملة لكل ما يخص الهلال. وقبل أن نودعكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.